بس أنا حاسة نفسي لسه مش مستعدة. يا بنتي ما أنتِ بقى لِك 10 سنين مش مستعدة، هتستعدي إمتى يعني؟ حددي لي ميعاد، أنا عايزاكِ تحددي لي ميعاد. طب أنا ما عنديش معدات، ما عنديش كاميرا، ما عنديش ميكروفون، يعني خليكِ واقعية، حتى ما عنديش إضاءة. طب ما أنتِ سمعتِ 300 فيديو عن كيف تبدأ يوتيوب، وكلهم بلا استثناء بيقولوا ابدأ بالمتاح، ابدأ بكاميرا التليفون، ابدأ بإضاءة الشمس، وبعد كده كل حاجة هتيجي بالوقت. طب قولي لي هنجيب أفكار منين؟ أي فكرة، أي موضوع هافكر أتكلم عنه، في 100 حد قال لي اتكلم عنه، إيه الإضافة بتاعتي؟ تخيلي كمان لو حد نعرفه شاف الفيديو. بُصّي خلاص براحتك، اعملي اللي يريحِك، يعني أنتِ مش مقتنعة بكلام يوتيوبرز عندهم ملايين من السبسكرايبرز وأنا اللي هاقنعِك، براحتك خلاص. وده بالضبط كان الحوار الداخلي بتاعي، وها أنا ذا قد قهرت كل هذه المخاوف بفضل ربنا طبعًا، وده الفيديو رقم 5 ليّا هنا على اليوتيوب. ليه أنا باعمل الفيديو ده؟ أول حاجة الفيديو ده بالنسبة لي توثيق لرحلتي على اليوتيوب، هي لسه رحلة صغيرة يعني بس توثيق برضه، عشان حابة إني لمّا أوصل لحاجة أكبر أرجع أشوف الفيديو ده. والحاجة الأكبر هنا بالنسبة لي أو الحاجة الأكبر بالنسبة لي في اللحظة دي، هي إني أكون مثلًا وصلت ل100 مشترك. لإن أنا في اللحظة اللي باصوّر فيها الفيديو ده، أنا لسه ما وصلتش ل100 مشترك. تاني حاجة عشان الفيديو ده ممكن يكون تشجيع لأي حد في المستقبل، زي ما أنا بالضبط لمّا كنت مترددة وخايفة وحاسة نفسي مش مستعدة إني أبدأ أعمل فيديوهات، كنت بارجع أشوف الفيديوهات بتاعة اليوتيوبرز الكبار، الفيديوهات اللي عملوها في الأول خالص، الفيديوهات اللي كانت متصوّرة بكاميرا جودتها مش كويسة، الفيديوهات اللي مش جايبة مشاهدات كتير، الفيديوهات اللي يمكن كانوا مش عارفين يتكلموا فيها أصلًا قدّام الكاميرا، الفيديوهات البسيطة بتاعة أي حد مبتدئ. تالت حاجة في الفيديو ده هاشارك قصتي وتجربتي معاكم، يعني تقريبًا دلوقتي في 10 مشتركين جُدد، فلِمَ لا أشارككم القصة بتاعتي؟ وأنا كشاهندة اللي كان بيجذبني لأي فيديو، لأي كتاب، لأي نوع من أنواع المحتوى هو مش بس المعلومات اللي أنا باخدها من الكتاب أو من الفيديو ده، ولكن الشخص اللي بيقدّم المعلومات دي وقصة الشخص ده. فأنا حابة في القناة هنا أكون باقدّم قيمة وباقدّم قصة، الاتنين مع بعض. وعايزة أحكي لكم عن دور اليوتيوب الكبير في حياتي. أرجع كده بالزمن لورا لمّا كنت في إعدادي، تقريبًا دي الفترة اللي بدأت أسمع فيها يوتيوب يعني. كنت باحب كام قناة كده اللي هم أنا فاكراهم حتى الآن، كنت باحب قناة أخضر، كنت باسمعها كتير، وكنت باحب يوتيوبر اسمها هايلة هي حاليًا معتزلة، ولكن كنت باحبها برضه، وفي قناة كمان كنت باسمعها اسمها أوديو لابي، أنا لسه حتى فاكرة الشعار بتاعها، كان دايمًا في أي مقدمة أي فيديو كانوا بيقولوا أوديو لابي شارك المعرفة، فاللي هو من وقتها وأنا حابة أعمل قناة يوتيوب. يعني كده داخلين في حوالي 3 يعني 4 10 سنين، وأنا بدأت دلوقتي بعد 10 سنين، وجيت في ثانوي بدأت أسمع باشمهندس أحمد أبو زيد، كنت باسمع له وقتها فيديوهات المذاكرة، وفيديوهات الإنجليزي، فيديوهات الأزمنة تحديدًا بتاعة المضارع البسيط والمضارع المستمر، ومع كل يوتيوبر كنت باحبه وباحب أسمع له، كانت بتزيد الرغبة بتاعتي إني أعمل قناة يوتيوب. اليوتيوب ممكن أقول عليه إنه من أكبر العوامل المؤثرة في تشكيل الشخص اللي أنا عليه دلوقتي. اليوتيوب أكتر مصدر أنا كنت ولا زلت باتعلم منه. أنا حتى فاكرة شاهندة بتاعة إعدادي وهي بتسيرش عن كيف تكون كاريزما، كيف تكوّن أصدقاء كُثر في المدرسة، كيف تكون ذو شعبية في المدرسة. والله بجد ده كان الsearch بتاعي فعليًا في إعدادي يعني، فمن وقتها لحد دلوقتي أنا باتعلّم منّه حاجات كتير جدًا، باتعلّم منّه حاجات عن التخطيط، عن المذاكرة، عن الدين، عن العلم، عن العلاقات، عن الشغل، كل حاجة. وهاكلّمكم عن المخاوف اللي كانت بتراودني قبل ما أبدأ أعمل فيديو أو قبل ما أبدأ أنزّل أول فيديو حتى. أول حاجة هو هاتكلّم في إيه؟ أي موضوع، أي فكرة هاتكلّم فيها في 100 حد قبلي اتكلّم فيها، إيه الإضافة بتاعتي؟ ولمّا رجعت لنفسي لقيت فعلًا إنه أي حاجة أنا بابحث عنها بالاقي في 100 شخص متكلّمين فيها، بس أنا باختار أسمع لشخص واحد، فأنا باختار شخص واحد دونًا عن ال99 التانيين. ليه؟ عشان أنا باحب لمسة هذا الشخص. وأكيد كل واحد من ال100 التانيين أو كل واحد من ال99 التانيين في نوع معيّن من الناس بيحبّوا يسمعوا له، فبالتالي الناس اختياراتهم وأذواقهم مختلفة. وهنا في مقولة جميلة جدًا أنا باحبها وهي there is no unique message only unique messengers،
بمعنى مفيش رسالة جديدة ولكن في رسل جدد، اللي هو كل الكلام اتقال، مفيش كلام تاني جديد، ولكن الشخص الناقل لهذا الكلام، الشخص الناقل لهذه الفكرة وهذه المعلومة هو الشخص المختلف، هو الشخص اليونيك الفريد من نوعه. ده يعني حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة اللي نزل بيها ما كانتش رسالة جديدة، هي نفسها الرسالة، رسالة عبادة الله، التوحيد، العقيدة، هي نفسها اللي جه بها كل الأنبياء والرسل من قبل، ولكن كان المختلف هو شخصه، هو شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المختلف القوم اللي نزل ليهم والشريعة اللي نزل بيها، ولكن الرسالة في الأصل هي. تاني حاجة كنت مكسوفة إن حد أعرفه يتفرج على الفيديو ده، وتقريبا أي حد بيبدأ جديد بيكون فاكر أول فيديو هينزله هيجو فايرل، ولكن في الواقع ما بيحصلش يعني، وتقريبا أول فيديو أنا بس اللي شفته يعني وخمسة آخرون يعني مش كتير. بس عامة يعني ما حدش مهتم، الإنسان بيكبر الحوارات قوي في دماغه، واللي مستغرباه يعني إن أنا وأنا صغيرة شوية كنت باطلع أغني قدّام الفصل كلّه، فأنا مكسوفة ليه مش فاهمة يعني، ولكن practice makes perfect يعني، والشعور ده هيتلاشى مع الوقت وبالتدريب. تالت حاجة إنه ما عنديش مُعدات، وهنا بصراحة ما نفعش معايا غير إني أرجع لليوتيوبرز الكبار اللي أنا باحب أسمع لهم، وأشوف الفيديوهات اللي عملوها في الأول، عشان أقنع نفسي اللي هو يا بنتي خلاص والله انجزي بقى كاميرا التليفون بتاعتِك كويسة، يعني جيبي ميكروفون حتى ب100 جنيه أي حاجة بس ابدئي يالّا. وفعلًا يعني جودة الفيديوهات اللي عملتها في الأول طلعت يعني لا بأس بها مقارنةً بإنها أول فيديوهات ليّا وبكاميرا التليفون بتاعتي وكده يعني. وبرضه يعني وأنا بادوّر لقيت إنه في قنوات الفيديوهات بتاعتها جودتها متواضعة أو متوسطة يعني وجايبين مشاهدات وعادي يعني، مش لازم الفيديو يكون الquality بتاعته عالية أوي عشان الناس تتفرّج. رابع حاجة كانت مشكلة الاستمرارية، كنت باقعد أسأل نفسي طَب أنا هاعرف أستمر يعني لو نزّلت أول فيديو ماشي، هاعرف أكمّل بعد كده؟ وقُلت أجرّب يعني أنا لو نزّلت كام فيديو وبعد كده ما كمّلتش، إدارة اليوتيوب مش هتدفّعني غرامة يعني، الموضوع أسهل من كده. أنا عامةً هاجرّب أشوف عملية إنتاج الفيديوهات دي عاملة إزاي، عجبتني هاكمّل، ما عجبتنيش خلاص، واللي حصل إنها عجبتني. وليه بدأت يوتيوب؟ أول حاجة عشان باحب أشارك المعرفة مع الناس، وده مش في سياق اليوتيوب بس، ده حتى في دايرة الناس اللي حواليّا وصحابي يعني. باحب النقاشات اللي بتتمحور حوالين الحاجات اللي بنتعلمها، أفكارنا، آرائنا في مواضيع معيّنة، فليه يعني ما أعملش community كده صغير هنا على اليوتيوب وأشارك فيه معاك وكل حاجة. تاني سبب إن كل مشكلة، كل حاجة في حياتي أنا واجهتها وحليتها، في شخص ما في مكانٍ ما بيبحث عنها دلوقتي، فماذا إذا وهو بيدوّر لقيني؟ زي ما أنا بالضبط لمّا أكون في حاجة حابة أتعلم عنها، في مشكلة بتواجهني وباروح أدوّر عنها على اليوتيوب وبالاقي حد اتكلم فيها، باحس إني مبسوطة، باحس إنه مجرد إني لقيت حد بيتكلم في مشكلة مثلًا بتواجهني، باحس إن أنا حليت 50% منها. وزي ما أنا في كتير صُناع محتوى استفدت منهم واتعلمت منهم، أكيد في حد يعني ممكن لمّا يشوف المحتوى بتاعي ينتفع بيه ولو حتى بحاجة بسيطة أوي يعني. تالت سبب إني عايزة أنتقل من شخص مستهلك للمحتوى لشخص بينتج محتوى، يعني يكفي بقى لي 10 سنين باستهلك بس، وحان الوقت إني أنتج، وحابة إني أفصح لكم عن خططي القادمة، هي مش كتير يعني. أول حاجة في الخطط بتاعتي واللي مهمة بالنسبة لي هي الاستمرارية، والاستمرارية على أي مستوى، يعني مثلًا 4 فيديوهات شهريًا بمعدل فيديو كل أسبوع، أو 3 فيديوهات شهريًا أو فيديوهين، ولكن الاستمرارية مهمة، ولكن اللي أنا أطمح له يعني إنه يكون فيديو كل أسبوع. وتاني حاجة التحسين المستمر، عايزة في كل فيديو أنا باعمله يكون في تحسُّن ولو 1% عن الفيديو اللي قبل منه، هي دي أهدافي حاليًا من اليوتيوب على الأقل في الفترة دي، اللي هو يعني ال3 شهور دول الربع الأول من السنة. دلوقتي هاحكي عن الخطوات اللي أنا أخدتها بالتفصيل من أول ما قررت يالّا بينا هابدأ يوتيوب هاعمل إيه لحد دلوقتي. أول حاجة أو أول خطوة أكيد أنتم خمنتوها، قعدت أدوّر على اليوتيوب عن كيف تبدأ صناعة محتوى، سمعت فيديوهات كتير جدًا، ويمكن من كل الفيديوهات والمعلومات اللي أنا سمعتها طبعًا كلها قيّمة، ولكن المعلومة اللي كانت الفيصل بالنسبة لي أو اللي خلّتني أبدأ فعليًا هي framework كده أنت بتتبعه في أثناء رحلتك في اليوتيوب. الframework ده مكوّن من 3 مراحل، المرحلة الأولى get going إنك تبدأ، المرحلة التانية get better إنك تتحسّن،
المرحلة التالتة get smart، إنك تلعب بذكاء شوية. بالنسبة للمرحلة الأولى بتاعة get going دي، إنك تبدأ بأي حاجة، تتكلم عن أي حاجة، تصور بأي كاميرا، تمسك الكاميرا كده بتاعتك وتتكلم وتصور وترفع الفيديو على طول. والمرحلة دي هدفها إنك تقهر كل المخاوف اللي بتكون بتراودك في البداية، وأنا بصراحة كنت عالقة كتير جدًا في المخاوف دي. ففكرة إنك ابدأ بأي حاجة، بأي كاميرا، بأي جودة، ابدأ. طب أنت بدأت في المرحلة دي ونزّلت أي فيديو بأي جودة وبدأت وقهرت المخاوف دي، بتبدأ تشوف أنت حبيت الموضوع والّا لأ، حبيت إنك تعمل فيديوهات والّا لأ. نفترض إنك حبيت الفيديوهات يعني، بتنتقل للمرحلة التانية اللي هي get better، إنك بتتحسّن، إنك كل فيديو تتحسّن حاجة بسيطة، إنك الscript مثلًا تكتبه بطريقة أحسن، تختار فكرة أفضل، إنك تشتغل على الthumbnail أحسن، أو إنك تتعلم SEO أو تحسين محركات البحث، وهكذا. أنت بتشوف كل المهارات أو كل الحاجات بتاعة اليوتيوب، وتبدأ مع كل مهارة منهم إنك تحسّن فيها 1% مع كل فيديو بتعمله. أمّا بالنسبة لتالت مرحلة اللي هي get smart، هي إنك تخلّي اليوتيوب business مثلًا، أو تعرف إزاي تتكسّب وتربح من اليوتيوب ده. والframework ده فادني وشال عبء كبير من عليّا، عبء نفسي كبير من عليّا، عشان أنا كنت فاكرة إنه عشان أبدأ، عشان أنزّل أول فيديو لازم كل حاجة تكون مضبوطة، لازم كل حاجة تكون perfect، لازم أكون متعلمة كل حاجة قبل ما أبدأ. الفكرة دي خلاص راحت لمّا بدأت أحس إنه خلاص أول مرحلة فكّري في أول مرحلة بس إنِّك تبدئي، وبعد كده نزّلي فيديو 2، 3 وبعد كده نتحسّن واحدة، واحدة مع الوقت. وده اللي بيحصل حاليًا. وتاني خطوة أخدتها إنّي بدأت أشوف يعني كاميرا التليفون بتاعتي، أصوّر بيها وأشوف الجودة عاملة إزاي، وأشوف الجودة بإضاءات مختلفة مثلًا، إنّي أشوف backgrounds مختلفة هاصوّر فين، يعني في أنهي أوضة مثلًا وهكذا. وجِبت مايك ب150 جنيه، جِبت tripod ب50 جنيه، وباصوّر بنور ربنا عادي، وباصوّر بالتليفون بتاعي Samsung A21s، والموضوع يعني أوكي حلو وبسيط. طبعًا يعني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هيبقى في تحسُّن إن شاء الله. وتالت خطوة أخدتها بعد ما ضبّطت بقى الكاميرا الإضاءة والbackground ومش عارفة إيه وكده، إنه يالّا بينا هنصوّر أول فيديو. واخترت فكرة، والفكرة الأولى اللي اخترتها كانت عن التخطيط، وبصراحة أنا كنت باتكلّم عن حاجات كتير والموضوع كان مُعقّد يعني. ولمّا جيت أكتب الscript كتبته كده points بس، كتبته نقاط، ما كتبتش كلمة بكلمة تفصيليًا. فجيت أصوّر، يعني الموضوع مُعقّد والscript كمان يعني صغيّر خالص. ولمّا جيت أصوّر اللي هو إيه، والنهارده هنتكلم عن التخطيط عشان أصل لإن فقعدت أتهته كتير كده وأسكت كتير، لإن الscript مش مفصّل يعني. فبعد كده أنا زهقت وقُلت خلاص مش هاصوّر. وبعد كده اتعلمت من غلطي، واخترت فكرة أسهل شوية، يعني أول فيديو في القناة هنا تدوين اليوميات، فدي كانت الفكرة اللي أنا اخترتها بعد التخطيط. وبالنسبة للscript لمّا جيت أكتب الscript كتبت كلمة بكلمة تفصيليًا، لإن حوار النقاط ده ما نفعش معايا خالص في الأول يعني. وأنا أعتقد إنه في البداية أنت هتكون محتاج إنك تكتب كلمة بكلمة، وبعد كده أنت بتتعود على الكلام قدّام الكاميرا، وبتتعود على إنك تفتكر الكلام اللي أنت كنت عايز تقوله، والموضوع بيتحسن مع الوقت. رابع حاجة إني بدأت أتعلم الmontage. وعلى فكرة أساسيات الmontage مش صعبة خالص، سهلة يعني. ولكن أنا بالنسبة لي trimming أو قصقصة الفيديو دي أرخم حاجة. ولكن لحُسن الحظ يعني، وأنا باتعلم الmontage لأول مرّة وأنا باعمل أول فيديو، كانت في الوقت ده كانت معايا بنت أختي، فهي حاليًا في أولى إعدادي، وعلى فكرة هي دراعي اليمين في أي حاجة ليها علاقة باليوتيوب، يعني هي قاعدة معايا أهي، ازيك يا زهرة. فهي كانت معايا في كل خطوة يعني، وفي الmontage هي اتعلّمته، والحمد لله عرفت أعمل outsource للmontage من تاني فيديو بالضبط. وبعد ما صوّرت وعملت montage وكده، لقيت إنه برضه جودة الصوت مش كويسة، فاستخدمت كده أداة اسمها Adobe Podcast بتحسّن الصوت بالذكاء الاصطناعي، فهي أداة حلوة جدًا يعني. الخطوة الخامسة كانت إن أنا عملت thumbnail عادي بسيط جدًا يعني على Canva، وباحاول بس في كل فيديو إن أنا أحسّن الthumbnail يعني، لإنه الthumbnail ده جزء مهم جدًا في الSEO أو تحسين محركات البحث. والخطوة السادسة هي إني كانت رفعت الحمد لله أول فيديو بعد تقريبًا 3 شهور من اليوم اللي أنا قررت فيه يالّا بينا نشوف اليوتيوب بيقول إيه، يالّا بينا نشوف هنعمل يوتيوب والّا لأ. والخطوة السابعة والأخيرة إني أنا حاليًا كل فيديو باتعلم حاجة جديدة، كل فيديو يعني مثلًا اتعلمت الSEO أو الsearch engine optimization تحسين محركات البحث، اتعلمت اليوتيوب analytics، اتعلمت إزاي أعمل thumbnail أحسن وهكذا. والدروس مهمة اتعلمتها من رحلتي في اليوتيوب، الرحلة الصغيرة دي، إنه أول حاجة أنت
بتتعلم أثناء الرحلة مش قبل ما بتبتديها. أوقات كتير بنخاف نبتدي أي حاجة عشان بنكون حاطين توقعات على نفسنا إنه إحنا لازم نكون متعلمين كل حاجة ونكون عارفين وملمين بكل حاجة قبل ما نبدأ، غير كده مش هينفع نبدأ. وفي الواقع ده غلط تماما. يعني على سبيل المثال بدايتي في اليوتيوب، أول مرة جربت أكتب فيها سكريبت كنت عاملاه بطريقة معينة وصورت بطريقة معينة، وبالتالي المحاولة الأولانية دي فشلت، فاكتشفت إيه كانت المشاكل بتاعتي وأنا بكتب السكريبت، فاشتغلت عليها وحلتها وصورت فيديو أحسن. ما اتعلمتش أعمل صمنيل كويس غير لما عملت thumbnail لأول فيديو ورفعته ولقيته إنه لأ مش حلو أوي ومش جذاب ومش هيجذب الناس إن هي أصلًا تفتح الفيديو. اتعلمت أعمل thumbnail أحسن. ما اتعلمتش عن الSEO، ما اتعلمتش عن اليوتيوب analytics غير لمّا رفعت أول كام فيديو ولقيت إن هُم مش جايبين مشاهدات، دول أصلًا مش بيظهروا للناس، فده اللي دفعني إن أنا أتعلم الحاجات دي. وهكذا أنت بتتعلم خلال الرحلة، والإنسان بيتعلم أحسن لمّا يغلط وبعد كده يعرف الصح. زي مثلًا لمّا إحنا كنا بنحاول نجرب نحل سؤال ونجيب آخرنا فيه فما نعرفش نحله فنروح شايفين الإجابة، فالإجابة بتثبت في دماغنا. على عكس مثلًا لو إحنا ما جربناش أصلًا وما فكرناش وما حاولناش ورُحنا شُفنا الإجابة، الإجابة بتتبخر. وهكذا لمّا أنت بتحاول في أي حاجة وبتجيب آخرك فيها وبتدوّر يمين وشمال، المعلومات والاستفادة بتثبت أكتر. وتاني درس مهم، الأهداف الصغيرة قبل الأهداف الكبيرة. الفكرة إن إحنا بنكون مركّزين مع الأهداف الكبيرة أوي لدرجة تخلّينا نغفل أو نتغافل عن الخطوات البسيطة الصغيرة اللي بتتعمل كل يوم عشان توصّلنا للهدف الكبير ده اللي إحنا عايزينه. اللي هو إيه، أنا عايزة أبقى fit وألعب كل يوم نُص ساعة كارديو. بُصّي شاهندة، العبي دقيقة واحدة بس رياضة في اليوم. لا، لا، لأ، بس أنا عايزة آكل أكل صحّي وأعمل diet. باقول لِك العبي دقيقة رياضة واحدة في اليوم. لا، لا، لأ، يا شاهندة مش هتعرفي تعملي كل ده، التزمي بحاجة صغيرة. طب أنا عاوزة أبدأ يوتيوب وعايزة أجيب مُعدات كده احترافية، ارفعي أول فيديو بس. لا، لأ، بس أنا عايزة إن أنا أتعلم مونتاج حلو أوي وعايزة أجمّع أفكار كتير كده قبل ما أبدأ. باقول لِك ارفعي أول فيديو بس. لا، لا، لأ، بس يا شاهندة باقول لِك ارفعي أول فيديو الأول. فاللي هو إحنا يا جماعة نركّز في الحاجات الصغيرة، نركّز في الخطوات البسيطة اللي تتعمل كل يوم، وهي دي يعني حاجة اسمها كده الcompound effect أو بالتراكم هتوصّلنا للحاجة الكبيرة اللي إحنا عايزينها. فنركّز في الحاجات الصغيرة. تالت درس، الناس مش عايزة تسمع لخبراء، الناس عايزة تسمع لحد شبهها. كان موقّفني برضه إنه أنا مين عشان الناس تسمع لي، هيسمعوا لي ليه وأنا إيه اللي هاضيفه لهم؟ فلأ، على فكرة الناس عايزة تسمع لحد شبهها، حد مَر بنفس التجارب اللي مرّوا بيها، حد عنده نفس المعاناة بتاعتهم، حد بيمثّلهم، بيشوفوا نفسهم فيه. فبالتالي أكيد في هذا العالم الواسع الشاسع في حد مستعد يسمع لصوتك. وأخيرًا أنا في الفيديو ده اتكلمت عن حاجات كتير من قلبي، وأتمنى إنه يكون ملهم ومفيد ليكم في أي حاجة أنتم عايزين تبدأوها وخايفين منها. يعني هو الtheme بتاع الفيديو بتاعي هو اليوتيوب، ولكن هو ينطبق على أي حاجة وعلى أي تجربة. فلو الفيديو ده شجّعكم إنكم تاخدوا خطوة في أي حاجة أنتم كنتم عايزين تبدأوها وكنتم مأجلينها، فاكتبوا لي في الكومنتات، وأشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.